لذلك اكو جانب جدا مهم. اليوم الفيس اقوى من الفضائيه. انا دائما جروباتنا اصدقائنا نقول لهم اي واحد بالمجموعه يتكلم بالطائفيه ترفضوه. شايف؟ لذلك مولانا اليوم يقول سمي العراق عراق لتعدد الاعراق فيه مذاهب، فيه شيعه، فيه سنه، فيه مسيح، فيه صابئه، فيه كلدان، فيه من كل الطوائف، من كل الفئات، فيه ايزيديه، حتى يهود. انت تدري اكو يهود باسرائيل، ذولا اليهود اذا صار شيء بالعراق يتضامنون مع العراقيين. ها؟ لذلك كل دول العالم فيها مذاهب. يقولون الهند ما يقارب 900 دين، هذه الديانات المعترف بها. عندهم ديانة عبادة الآباء يعبرون عنها بالعبادة الطوطنية. ماكو دين قتل، ماكو دين دماء. ديننا دين الإسلام الذي تشرفت به كل الأديان. القرآن يقول له يا محمد إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إحنا ما نخلي اذكر راس واحد شرطي، من شاء فليأمن ومن شاء فليكفر. هو هذا الدين الواقعي الحقيقي، هو هذا الاستنهاض لأخذ الحق. لذلك الإمام علي لما ولى مالك على مصر قال له أوصيني يا أمير المؤمنين، قال له يا مالك الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني علي بن أبي طالب أكد وعول على دولة الإنسان قبل الدولة الدينية. لذلك البعض عبر عن علي بن أبي طالب بأنه نصف إله. فأنا أقول طبعا أكو أبيات جميلة أحب أن أقولها. طبعا هو هذا مو أنا اللي أقوله. اليوم لما تمر حتى على المراجع شوف السيد السيستاني يقول، ما يقول اخواننا السنه، يقول ارواحنا السنه. السيد الصدر دائما في منابر الجمع كان يقول كلا نعم نعم للوحده، كلا كلا للباطل، نعم نعم للاسلام. بني الاسلام على كلمه التوحيد وتوحيد الكلمه. الذين يفرقون بين الشيعه والسنه ليسوا من الشيعه ولا من السنه. انت تدري الامام الاعظم ابو حنيفه النعمان هو الذي افتى باعطاء الزكاه الى الامام الصادق عليه السلام. انت تدري الامام ابو حنيفه هو الذي نصر ثورة الإمام زيد الشهيد. ما بين هاي الخلق مهضوم أحس بس أنا من شعبكين كتلها قد 1000 بالسنة. كم واحد يحب علي لو رتعد بالسنة يمكن عددهم يصل حتى لعد شيعته. شيعة على سن جبل قلة جبل. شيعته ما تحب الوطن، لا ناسجت شيعته، بل ما تحب الوطن وبلحمها كرد. وانكتب شيعي السنة ناتجها يطلع كرد. والرايد التفرقة نهدي له جملة كرد. كردية الشيعي خذت خلفت كومة سنة. الله نعم منك الله.